طبعا بالنسبه في حاجه اسمها اسلحه الجيل الاول، اسلحه الجيل الثاني، اسلحه الجيل الثالث، الرابع، الخامس. اسلحه الجيل الاول والثاني هي الدبابات والطيارات، ودي انا عارف عليها زمان. امريكا ما عادش مستعده تحرك قواتها وتدي مخزون استراتيجي وتدفع فلوس او اي دوله عشان خاطر تحرك دبابه تحتل دوله. فيها حاجه اسمها دلوقتي اسلحه الطاقه زي الكيميتال، جهاز الكيميتال بيطاش بيعمل احتباس حراري من خلال سحب معينه، بيؤدي اللي احنا بنشوفه يعني بيؤدي الى احتباس حراري في الجو، وبالتالي ذوبان الجليد، اختناق البشر، الحراره الزايده، بتؤدي تلف المزروعات، الزراعه الى اخره. في اسلحه دي سلاح الطاقه. في سلاح اسمه سلاح الهرب. سلاح الهرب ده 4 اسلحه موجوده، ده سلاح معين. في 4 اسلحه منه على مستوى العالم، 4 اجهزه بس، 2 في امريكا، واحده في اوروبا تحديدا في بلجيكا، الكلام ده من الاسرار ما حدش يعرفه، واحده في روسيا. السلاح ده الهرب من خلاله اقدر اتحكم من خلال اقمار صناعيه معينه، حاجه زي الليزر. انت لو وجهت الليزر ممكن تحرق. جميع الحوادث اللي حصلت في مصر، المصنع الكاميرات اللي حصل في الصين من فتره، الطياره اللي وقعت، الحوادث اللي بتحصل في الطيران تحديدا في فرنسا، دي كلها من خلال اسلحه الهرب. بقدر اوجه سلاح معين، بدي امر معين للقمر الصناعي، القمر الصناعي بيحول الامر ده زي الريموت كنترول كده، بيحوله لسلاح ليزر. القمر الصناعي ده موجود في اي حته في الارض، تضرب اي حته في الارض. اما اوجه بالريموت كنترول اوجه مثلا اضرب الطياره، اضرب مصنع كاميرات في الصين، اضرب روسيا الى اخره. في بقى حاجه اسمه سلاح النبضه الكهرومغناطيسيه. سلاح النبضه الكهرومغناطيسيه دون اللي هو باختراعها من اجل ان تفني الحضارات ولا تفني البشر. طبعا لو قلنا قنبله نوويه زي هيروشيما وناجازاكي ممكن تدمر الحياه بما فيها، اي حياه بما فيها المباني وكله. النبضه الكهرومغناطيسيه دي حاجه زي النبضه كده، اسمها امبالس، تمام؟ ارجع الحضاره بتاعت الدوله دي ل 200 300 سنه ورا، وفي نفس الوقت والمباني زي ما هي، او البشر موجودين، ما يفنيش البشر لكن يفني الحضاره. دي اسلحه اخترعتها الولايات المتحده الامريكيه وكانت سبب في سقوط الطائره المصريه. هنلاحظ طبعا ان ده كل ده النتيجه اللي بيحدث الحوادث دي كلها بالترتيب يحدث يعني ايه لها علاقه بالسياسه شويه. طبعا انا مش متابع للشان السياسي، لكن في فرع من التنجيم اسمه تنجيم سياسي، لا يحلل السياسه، لكنه بيدي دلالات الكواكب والنجوم من الناحيه السياسيه، زي ما مركز الرأي الاستراتيجي او مركز الدراسات الاستراتيجيه لهم طرقهم في تحليل الخبر وبناء عليه بيدوا راي سياسي. انا من خلال كواكب النجوم بدي راي سياسي، بس من خلال علم الفلك والنجوم، مش من خلال راي او استنتاجات او احصاءات الى اخره. فنقصد اقول ان هم مركزين عايزين يقطعوا العلاقات او عايزين يضربوا العلاقات المصريه الروسيه الايطاليه. حادثه فيجينا حصلت، روسيا الطياره الروسيه اللي وقعت فوق جبل الحلال، الطياره اللي كانت متجهه من شارل دي جول الى مصر، فده سلاح من يعني الاسطول الخامس الامريكي موجود في البحر المتوسط، فدي اسلحه صواعق. انا اعتقد في اراء بتقول الكلام ده كله، بس انا اعتقد ان هي الحادثه بتاعت الطياره نتيجه لسلاح الصواعق اللي هو احد اسلحه الجيل الرابع والخامس.